الكلاب البشرية أو الاستكلاب البشري. يعني الواحد والله مش عارف يقول ايه ولا ايه بعد الفيديو اللي فات ده. يعني ربنا كرم الإنسان أحسن تكريم، والإنسان بيعمل في نفسه كده وبيشبه نفسه بالحيوانات. بيشبه نفسه ايه بقى؟ ده بقى فعلا حيوان. والظاهرة دي انتشرت ولسه هتنتشر كمان وكمان، بالأخص إن معظمهم بتقمصوا شخصية الكلاب، وبيسموا الظاهرة دي الاستكلاب البشري او الكلاب البشريه. بس قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا، اعملوا لايك وسبسكرايب وشير وكملوا الفيديو للاخر عشان فعلا والله هتسمعوا العجب. ويلا نشوف ايه الحكايه. بدايه الاستكلاب البشري او الكلاب البشريه زي ما تسموها كانت في بريطانيا، وطبعا معظم العائلات في بريطانيا عندهم على الاقل كلب واحد، وفي برضه اللي ما بيحبش يربي كلاب بس في اللي نفسه يعيش عيشة الكلاب. وده اللي حصل فعلا لبعض الناس في التسعينات، بس كان جوه بيوتهم، وبدأ الموضوع ينتشر واحدة واحدة. ومع الوقت طبعا ومن ساعة أزمة كورونا بقى صعب ان انت تلاقي شغل، فبدأت الظاهرة دي في الانتشار لما مجموعة شباب ظهروا وطلبوا ان هم يعملوا نفسهم كلاب والناس تتبناهم مقابل الفلوس والسكن والاكل. واكتر من شخص فعلا بقى بيعملوا كده، وبقى بيلبسوا اكسسوارات الكلاب ولبس زي بتاع الكلاب او يشبه الكلب. في الشارع بيبقى ماشيين مع اصحابهم اللي هم شغالين عندهم المفروض على ايديهم ورجليهم، وكمان بيلبسوا لبس مصنوع من الجلد، وبيعملوا كل حاجة زي الكلاب بالظبط، لدرجة ان لو حد ضايق صاحبهم ده بيهجموا عليه. ده الموضوع وصل لدرجة ان دكتورة عيون كانت شغالة في مركز كبير في اوروبا سابت الشغل بتاعها واستقالت عشان تشتغل ككلبة. كنا ممكن نقول على الناس التانيين جهلة او اي حاجة او عقلهم صغير، بس دي دكتورة وعلى قدر من العلم المفروض. والله وانا كحسن مكسوف اقول على الاهانة دي شغل، بس تعالوا نشوف حكايتها. الدكتورة دي زي ما قلنا شغالة في مركز عيون كبير، وفي يوم جالها واحد كان بيكشف فطلب منها ان هي تسيب شغلها وتشتغل معاه، وكان مجرد عرض. طب ايه العرض ده؟ ولا هتشتغل عنده ايه بالظبط؟ ولا ايه التفاصيل؟ هتشتغل عنده ككلبة مقابل مبلغ مالي كبير. واول ما سمعت حوار الراتب الكبير ده قدمت استقالتها فورا، واشتغلت معاه ككلبة 6 ساعات تقريبا في اليوم، بس بشرط ان هي تتعامل فعلا ككلبة ال6 ساعات دول، وما تقفش على رجلها خالص وتمشي على ايديها ورجليها. وهي وافقت على كده وبقت بتهوهو زي الكلاب وبتعمل كل حاجة زي الكلاب بالظبط. ومن كتر حبها بتقعد اكتر من الوقت اللي هو متحدد لها، اكتر من 6 ساعات، وعندها ملايين المتابعين على السوشيال ميديا على ايه معرفش. وكمان لها مكافأة اخر الشهر لو اتقنت دور الكلب الشهر كله. واللي بتشتغل عنده بيقول ان هو ما يقدرش يستغنى عنها وما بقاش يقدر يقعد من غيرها. وهي قالت ان هي اتعودت على حياة الكلاب ومبسوطة بكده جدا. سبحان الله، ربنا عطانا العقل عشان نفكر بيه، بس دول تقريبا ما عندهمش عقل خالص. والمشكلة بقى ان في كتير اصلا عاوزين يقلدوها ويعملوا زيها، حاجة في منتهى البشاعة بجد. طب اشمعنى اختاروا الكلاب يقلدوها مش اي حيوان تاني؟ لانهم شايفين الكلاب حيوانات اليفة والمعظم بيحبهم، وان الكلاب لطيفة وتتحب بسرعة. وفي ناس شايفة ان الكلاب قوية وبتحسس صاحبها بالامان. ما تفهم لهمش حاجة بجد الجماعة دول. والحوار على فكرة فعلا بقى مخيف، لان بقى فيه اكتر من كذا دولة زي كندا وامريكا واستراليا وبريطانيا بقى فيهم الحوار ده، وبينتشر واحدة واحدة، وبيقعدوا بقى يلعبوا مع اصحابهم وياخدوا اوامر منهم. وغير كل ده ساعات اصحابهم بيستغلوهم جنسيا. بجد. الغرب دول عندهم الحرية حاجة غريبة جدا. يعني الناس تعمل نفسها كلاب وتمشي في الشارع ويقول لك عادي جدا، ده حرية شخصية. يدعموا الشواذ ويبقى منتشرين وفي الشارع وفي كل مكان علنا كده ويقول لك برضه حرية. هو اكيد كل واحد حر نفسه، بس مش للدرجة برضه يا جماعة. واتمنى ان اي حاجة زي كده ما توصلش لدولة عربية اصلا، وربنا يستر الفترة الجاية من اللي بيحصل ده، لان الموضوع بيتطور في اوروبا وبقى بيفتحوا محلات بيبيعوا فيها اكسسوارات للكلاب بس للبشر، وحاجات للكلاب بس للبشر برضه يلبسوها، وكمان فصل عشان البشر اللي هم الكلاب دول المفروض يناموا فيها. وبقى بيتعمل لهم مهرجان الكلاب البشريه وبياخدوا جوائز وحوارات كده، اللي هو هنشوف احسن واحد بيهوى مين وهنديله جايزه. مش قادر اوصفهم والله غير انهم مجانين وفي حاجه في دماغهم فعلا. وبجد اللي بيحصل ده ما يتفقش على اي دين ايا كان الدين ايه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وربنا يستر علينا الفتره الجايه من اللي بيحصل ده. ولو الفيديو عجبك ووصلت لحد هنا حط لايك وسبسكرايب. وكان معكم حسن الخولي.